في مقولة عظيمة بتقول اديني بريف اديك شغل نضيف. انا معرفش مين اللي قالها بصراحة، بس انا بعاني جدا انا وكل تيم تو ميديا، وطبعا ناس كتير بتشتغل في الميديا، من مشكلة هو التسويق عندكم بكام. صدقني مفيش حاجة اسمها التسويق بكام. مهم جدا نعرف كل التفاصيل عشان نديلك افضل استراتيجي ماركتنج، افضل خطة تسويقية، افضل خطة محتوى، وبالتالي اكيد افضل ميزانية. مهم تكون عارف انك لو بنفترض انك مطعم ولكن المطعم ده تفاصيله هي اللي هتختلف بناء عليها ميزانية التسويق بكام. يعني لو عندك مطعم صالة ودليفري وتيكاواي، انت هتبقى محتاج خطة تسويقية مختلفة تماما عن حد تاني عنده مطعم بيبقى عبارة عن دليفري وتيكاواي بس ما عندوش صالة. طب نفترض انك بتشتغل في العقارات، لو انت ديفلوبر ومطور البلان بتاعتك مختلفة تماما عن البروكر اللي بيشتغل في العقارات على اكتر من بروجكت ولكنهم كلهم نيو بروجكت. طيب ولو افترضنا ان انت بروكر ولكن بتشتغل في الريسيل، الايجار، البيع، الشراء، فبالتالي انت محتاج خطة تسويقية مختلفة تماما. عشان كده مهم جدا انك تديني بريف اديك شغل نضيف. مهم جدا تعرفني كل التفاصيل اعرفك هو التسويق بكام.